هيثم العدني تم إعدامه وهو بريء. شاب يمني عمره 24 سنة ويعيش في منطقة اسمها عدن. لما كان عمر هيثم 17 سنة كانت أوضاع المالية صعبة، فقرر إنه يروح لمنطقة اسمها الغيض علشان يشتغل ويترزق بالحلال. فعلا لقى له شغل عند رجل أعمال عماني كبير في السن واسمه صهيب. بعد فترة صهيب عرض على هيثم إنه يروح معه زيارة لعمان، فوافق هيثم ومشيوا في الطريق. ولما وصلوا سبحان الله جت أعراض لهيثم وتعب من السفر، فأخذ صهيب ووداه للمستشفى. هم طالعين على المستشفى وقف صهيب عند بقالة، نزل وطول في البقالة شوية. ولما طلع صهيب من البقالة كان جايب معاه عصير لهيثم، فأعطاه لهيثم علشان يشربه. هيثم كان تعبان جدا وما صدق يشرب العصير، ما قدر يمسك نفسه من قوة التعب ونام. صهيب هذا كان مخطط لشيء خبيث، فاستغل نوم هيثم ووقف جنب الطريق، نزل لجهة هيثم وراح شال هيثم وحطه في المقعد الخلفي وشال ملابسه واعتدى عليه بشكل خبيث جدا. وهيثم كان فاقد الوعي تماما لأن العصير اللي شربه كان فيه مخدر قوي جدا. بعد كم يوم رجع هيثم لليمن ورجع عند صهيب مرة وكلمه، قال له أنا محتاج شوية فلوس، ودي تسلفني شوية فلوس عشان بروح عدن وأتزوج. وافق صهيب وقال له ابشر وأعطاه الفلوس، ورجع هيثم وتزوج وانبسط. ولما قرر يرجع هيثم لصهيب قال والله أنا بخاطري أجيب زوجتي معي. رحب به صهيب وقال له أبشر لك مني أستأجر لك شقة 3 غرف، غرفة لك أنت وزوجتك وغرفة لي وغرفة لأختك. هيثم استغرب ايش اللي دخل اخته في الموضوع. وبعدين صهيب ليش ودي يسكن معهم في الشقة؟ قال له صهيب لا تفهمني غلط، انا بس ودي اتزوج اختك. رد عليه هيثم بكل عفوية ورحب به، قال له تعال احنا موافقين لكن تعال البيت من بابه. ووافقوا كلهم، لكن هني في مشكلة كبيرة بالنسبة لصهيب. صهيب ما وده الزواج يكون رسمي، لكن أهل هيثم قالوا له لا خلاص احنا ما عندنا زواج. تضايق صهيب جدا من الموضوع وبدأ الحين يبتز هيثم، قال له لازم تجيب أختك غصب عنك وإلا حافظحك بالفيديوهات. صهيب كان مصور كل شي سواه في هيثم وهيبتزه بالفيديوهات. انصدم هيثم من صهيب ومن كلامه وقال له اثبت لي فعلا هذا الكلام صحيح ولا لا. فعلا صهيب أرسل لهيثم مقاطع. بعد الموقف هذا مباشرة هيثم كلم أخوه الكبير واسمه رافع وقال له عن كل شيء صار. ردة فعل أخو هيثم رافع كانت صدمة بالنسبة لهيثم، قال له خلاص قول لصهيب ابشر احنا هنجيب لك أختنا. هيثم ورافع اتفقوا انهم يجلدوه ويعلموه الأدب. المهم هيثم ورافع أخوه تواعدوا مع صهيب انهم يلقوه في الفندق الفلاني وتكون موجودة أختهم في المكان هذا. صهيب مر على هيثم بسيارته وفجأة ركب أخوه في المقعد الخلفي. صهيب استغرب من هيثم، قال له إيش اللي جاب أخوه؟ قال له لا تقلق، أخوي لقى شغل في المكان الفلاني وهنزله في طريقنا وهنكمل إحنا طريق. وهم ماشيين في الطريق فجأة رافع طلع سكين وطعن صهيب كذا طعنات ورا بعض. ومع كل طعنة كان رافع بيقول هذا جزات اللي يمشي وراء أعراض الناس. خاف هيثم من الموقف اللي صار وهو اللي طلع السكين من بطن صهيب بإيده. رافع على طول في نفس اللحظة أخو هيثم نزل وأخذ الجوالات وكسرهن وهرب بسرعة. هيثم حاول إنه يسعف صهيب لكن ما قدر وتم القبض عليه في نقطة تفتيش. الشرطة طبعا لقت بصمات هيثم على السكين واتهموه وسجنوه لمدة 7 سنوات. حاول الناس في أهل صهيب إنهم يتنازلون لكن رفضوا. تم الحكم على حاول الناس إن يتبرئ هيثم من هذا الموقف لكن ما حد قدر. وقبل تنفيذ حكم الإعدام طلبوا هيثم إيش آخر طلب أنت ودك إياه؟ قال أنا ودي أصلي ركعتين في ساحة التنفيذ قبل حكم الإعدام والله يرحمه.